وحكايتنا بتبدأ مع المربية جليبريتن وهي بتحكي للطفل بينك من كتاب باسم بيبيز داي اوت، واللي بيكون بيحبه جدا. وكانت جليبريتن بتحكي له عن مربية بتاخد الطفل اللي بتعتني بيه واللي بيكون اسمه بو، وبيتمشوا في المدينة وبيركبوا في الأتوبيس الأزرق وبيتجهوا لقلب المدينة. وبتكمل جليبريتن الحكاية، وفي الوقت ده بتتفق مامته مع مصور مشهور علشان يصور ابنها بينك، وبيكون باباها عايز مصور تاني لكن مامته بتصر. بس بيكون في عصابة بتخطف المصور وبيتنكروا هما في زي المصور، وبيوصلوا على بيت الطفل بينك وبيكون شكلهم مريب، وبيطلبوا من الأم إنها تغير لبسها لأنها هتغطي على الطفل. وبتديله جليبريتن كتاب القصص بتاع بينك، وبمجرد ما بيخرجوا من الأوضة بتهرب العصابة من الشباك، وبيركبوا العربية وبيقلعوا هدوم المصور في نص الطريق، وبيغيروا كمان العربية. وفي الوقت ده بتدخل الأم بعد ما بتغير هدومها لكن مش بتلاقي الطفل، وبتلاقي رسالة مكتوب فيها إنهم خطفوا الطفل وإنها متتصلش بالشرطة، وبيكونوا طالبين فتية 5 مليون دولار. وبتكون العصابة عايشة على سطح عمارة، وبيعتنوا بالطفل وبيغيروا له حفاضته وبيعملوا له ببرونة لبن. وبيحاول نوربي إنه ينيم بينك وبيقرأ له قصة من الكتاب، بس بدل ما بينام بينك بينام نوربي. وبيشوف بينك صورة حمامة في كتاب القصص، وبيلاقي وراه حمامة على سلم السطح وبيكون الشباك مفتوح. وبيزحف بينك ورا الحمامة، وبيسمع إيدي وفيكو صوت بينك جاي من على السطح، وبيجروا بسرعة في اتجاه الأوضة، وبيلاقوا نوربي نايم والطفل مش موجود. وبيجروا كلهم بسرعة للسطح علشان يلحقوا بينك، لكن بينك بيكمل طريقه في السطح وبيعدي للمبنى التاني عن طريق لوح خشب، ولما بيوصل لطرفها بترتفع وبيتخبط إيدي وبيقع. وبيدخل بينك جوه الأسانسير بدون ما يشوفوا حد، وبينزل للدور الأرضي وبيخرج بره المبنى، وبيشوف أتوبيس أزرق زي اللي في الكتاب بتاعه، وبيركب بينك الأتوبيس. وبيشوفوا إيدي والعصابة وبيجروا وراه بالعربية. وفي أثناء الطريق بيدخل بينك شنطة ست في الأتوبيس، وبتاخد الست الشنطة وبتنزل. وبيسأل نوربي السواق عن الطفل، بس السواق بيقفل الباب وبيتحرك الأتوبيس، وبيقدم السواق بلاغ عن إن في واحد بيسأل عن طفل تايه. وبيشوف إيدي الطفل وبتتحرك العصابة ورا الست، بس الست بتاخد بالها وبتفتكر إنهم عايزين يعكسوها، وبتضرب الست فيكو وبيحاولوا إنهم يخلصوا فيكو من إيديها. وفي الأثناء دي بيخرج بينك من الشنطة وبيدخل للمول، وبتشوفه موظفة الكيدز اريا وبتفتكر إنه خرج بدون ما تاخد بالها، وبتاخده تغير له وتأكله. وبيدخل الطفل جوه عربية طفل تاني مع مامته، وبيخرج بره المول. وبتكون في مذيعة بتذيع خبر من قدام المول، وبيوقع بينك السلك، وبتنزل المذيعة علشان تجيب السلك، وبيظهر بينك لثواني في التلفزيون، وبتشوف العصابة وبتجري في اتجاه المول علشان تحصله بسرعة. وبيلاقي بينك تاكسي موجود زي اللي في الكتاب بتاعه، وبيركب بينك التاكسي وبيشوفوا إيتي، بس بيكون التاكسي اتحرك. وبيبلغ شخص مامة بينك إنه شايف ابنها في مكان، وبتتجه الشرطة لمكان البلاغ، وبتلاقي الأم بيبي صغير بس مش بيكون ابنها. وبنرجع لبينك واللي بينزل من التاكسي وبيشوف حديقة حيوان زي اللي في كتاب القصص بتاعه، وبيدخل بينك لحديقة الحيوان وبتشوف العصابة وهو بيعدي الشارع، وبيجروا وراه وبيدخلوا وراه حديقة الحيوان، وبيلاقوا بينك جوه قفص الغوريلا، وبيفكروا ازاي ياخدوا بينك من جوه القفص. وبيدخل بيكو ايده جوه القفص وبيحاول انه يشد بينك من رباط الجزمة بتاعه، لكن بتشوف الغوريلا وبتضربه على ايده جامد وبتتكسر ايد فيكو، وبيدخل موربي عصاية علشان يسحب الطفل من هدومه، بس الغوريلا بتضرب موربي بالعصاية وبيطير موربي لفوق وبيقع على الأرض. وبينام الطفل مع الغوريلا وبيحاول إيدي إنه يسحب الطفل من رجله، بس بتصحى الغوريلا وبتحس بيه، وبتمسك إيدي وبتحدفه بعيد وبيتعلق في قفص القرود. وبيصحى الطفل وبيزحف بره قفص الغوريلا وبيزحف للحديقة اللي جنب حديقة الحيوان، وبتشوف العصابة وهو في الجنينة وبيمسكوه، لكن بسبب ركنة العصابة عربيتهم في مكان مخالف بتوقف الشرطة وبتروح تكلم العصابة. وبيخبي إيدي الطفل بالجاكيت بتاعه، وبتسأله الشرطة عن سبب ركنتهم في نص الطريق، وبيقول لهم إيدي إن البطارية فصلت وهما بيحاولوا يصلحوها. وأثناء كلامهم بياخد بينك الولاعة من جيب إيدي وبيلعب بيها وبيولع في إيدي، ومش بيقدر إيدي إنه يصرخ وبيفضل كاتم الألم لغاية ما بتمشي الشرطة، وبعدها بيصرخ من الألم. بتحاول العصابة إنها تطفي النار، وبيقدر فيكو إنه يطفيها بعد ما بيضرب إيدي. وبيزحف الطفل لغاية ما بيوصل لموقع بناء، وبيشوف بينك عامل وهو بيحط باقي الدونتس بتاعته على آلة مبنى، وبيزحف الطفل على هناك علشان ياكل الدونتس، بس بتطلع الحديدة للمبنى من فوق. وبيشوفوا فيكو وبتركب العصابة الأسانسير علشان تحصل بينك، وبيحاول فيكو إنه يطلع على الحديدة، لكن بسبب إنه أتقل من بينك بتميل الحديدة ناحية فيكو، وبيقع الطفل على سطح الأسانسير. وبياخد الأسانسير الطفل وبينزل لتحت، وبيحاول نوربي إنه ينقذ فيكو، لكن بيقع نوربي
وبيتخبط في خشبة وبيقع بعدها جوه آلة المونة، وبيقع فيكو هو كمان لمكان مخلفات أدوات البنا. أما إيدي فبيتعلق في سقالة على أمل إنها هتنزل للأرض، بس بيضرب جرس انتهاء الدورية وبيمشي العمال، وبيفضل إيدي متعلق لغاية ما بيخلصوا أصحابه. وبتروح الشرطة لبيت الطفل وبيبلغوا أهله إنه كانت في بلاغات كتير خاصة ببينك، منها إن في حد سأل على طفل في أتوبيس، وإنه ظهر في كيدز إريا في المول، وكمان في حديقة الحيوان. وبتلاحظ المربية إن دي الأماكن الموجودة في الكتاب بتاعه، وبتقول لهم إنه المفروض دلوقتي يكون في بيت الجنود المتقاعدين. وفعلا بتتحرك الشرطة على هناك ومعاهم بابا الطفل ومامته والمربية، وبيلاقوا كل اللي في الدار بيحتفلوا ببينك. وفي طريقهم بيعدوا على بيت العصابة، وبيفضل بينك يقول بوبو، وده اسم الطفل اللي في الكتاب. وبتفهم مامته إن كتابه موجود في العمارة دي، وبتطلب الأم من الضابط إنهم يتجهوا ناحية العمارة. وبتكون فعلا العصابة موجودة هناك، وبتحاصرهم الشرطة وبيطلبوا منهم يسلموا نفسهم ويسلموا كتاب الطفل كمان. وبتاخد الأم الكتاب، وبينتهي فيلمنا مع بينك وهو في البيت مع باباه ومامته بعد ما قضى يوم كامل برا البيت لوحده.